السلام عليكم. ماذا قال الإعلام المصري والفيفا والكاف بعد تعادل المنتخب الجزائري مع منتخب بوركينا فاسو في الوقت القاتل؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب الجزائري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب الجزائري مع منتخب بوركينا فاسو بهدف قاتل لبغداد بنجاح، ليبقي المنتخب الجزائري على أماله في التأهل إلى الدور الثاني، ويكفيه فقط الفوز على منتخب موريتانيا. فقد صرح المدرب المصري حسن شحاتة وأدلى بتصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية وقال: أنا سعيد جدا بتعادل المنتخب الجزائري أمام منتخب بوركينا فاسو في الوقت القاتل، لأن إذا كانت خسرت الجزائر في هذه المباراة كانت ستعقد موقفها في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن هذا الهدف أحيا آمال المنتخب الجزائري من جديد، وسيرجع الثقة في المنتخب الجزائري وفي اللاعبين. ولكن أنصح جمال بالماضي أن يبتعد عن المجاملات في المنتخب الجزائري، فأنا كنت مدرب للمنتخب المصري وكنت لا أخشى أي لاعب مهما كان اسمه. فأنا أخرجت أحمد حسام ميدو في كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، وكان نجم المنتخب المصري آنذاك، وكان يلعب في توتنهام، وكنت ألعب مكانه اللاعب عمرو زكي الذي كان يلعب في إنبي، فريق متواضع في مصر. ولكن عمرو زكي هذا هو الذي أحرز هدفا في السنغال وكان سببا في تأهلنا إلى المباراة النهائية. فأنا أقول هذه القصة خصيصا لكي أذكر جمال بالماضي أنه لا يجامل رياض محرز على حساب المنتخب الجزائري، فالمنتخب الجزائري كان قاب قوسين أو أدنى اليوم من الخروج من كأس الأمم الإفريقية. فعليك يا جمال يا بالماضي أن تشارك آدم والناس مكان رياض محرز. وأنا هنا لا أقلل من قيمة رياض محرز في المنتخب الجزائري، ولكن مستواه في هذه الفترة ليس هو رياض محرز الذي نعرفه من أيام مانشستر سيتي. فأنا كمصري انتقدت محمد صلاح لأنه لا يقدم المستوى المطلوب مع المنتخب المصري، وهاجمت المدير الفني للمنتخب المصري فيتوريا لعدم تغيير صلاح. فإذا كان اللاعب غير جاهز في المباريات الإفريقية فيدخل لاعب جاهز بدلا منه، بدلا أن نصعب المباراة على أنفسنا. وأنا واثق أن المنتخب الجزائري سيتأهل إلى الدور الثاني، وسيعودون أقوى أمام المنتخب الموريتاني، وسيتأهلون في الصدارة إن شاء الله. فيما صرح اللاعب المصري محمد زيدان وقال: أنا سعيد جدا بتعادل المنتخب الجزائري في هذه المباراة، وأنا وأطفالي وزوجتي كنا نرتدي قميص المنتخب الجزائري دعما للجزائريين الأشقاء. فأنا بكيت بكاء شديدا بعد هدف بغداد بنجاح، لأنه أحيا آمال الجزائريين في التأهل إلى الدور الثاني. وأنصح جمال بالماضي ألا يجامل بعض اللاعبين على حساب المنتخب الجزائري، وأنا لا أهاجم هنا أحد، ولكن هذه نصيحة أخوية من لاعب سابق في المنتخب المصري. فيما صرح رئيس الفيفا انفانتينو وقال: المنتخب الجزائري رجع بكل قوة في هذه المباراة وأحيا آماله في التأهل إلى الدور الثاني، فالجزائريين قاتلوا حتى آخر ثانية في هذه المباراة ونجحوا في النهاية بالتعادل، وهذا التعادل سيرجع الثقة من جديد للمنتخب الجزائري الذي أعتقد أنه سيعود أقوى في الأدوار الإقصائية. فيما صرح رئيس الكاف متسبي وأدلى بتصريحات لشبكة أفريقيا سبورت وقال: هنيئا للمنتخب الجزائري على عودته أمام منتخب بوركينا فاسو وتعادله. فأنا صراحة من محبين المنتخب الجزائري لأنهم لديهم جرينتا خاصة بهم، وأعتقد أنهم سيقاتلون أمام منتخب موريتانيا من أجل التأهل. وإذا تأهلت الجزائر إلى الأدوار الإقصائية سيكون خصما صعبا على كبار إفريقيا، وعلى رأسهم المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.